عارف انت النوعية دي من الناس اللي بتكون قاعدة على البحر او في كافي شوب فخم قدامه المنظر الرايق وماسك لابتوبه وقاعد بيشتغل. الصراحة انا كنت بسأل نفسي دايما سؤال، الناس دي بتشتغل ايه؟ كنت فاكرهم بيعملوا حاجة سرية او بيشتغلوا شغلانة مش لينا احنا، بس اكتشفت ان جزء كبير من الناس دي شغالين في تداول. وزي معظم الناس لما كنت بسمع كلمة تداول كنت بفتكرها حاجة معقدة وحاجة كده للناس النخبة بتوع المجتمع، محتاجة بقى شاشات كتير وارقام بتجري هنا وهناك. لكن الحقيقة الموضوع اسهل مما تتصور. انت لو شاطر في التداول هتنقل حياتك واللايف ستايل بتاعك نقلة تانية تاريخية تماما، هتبقى بقى واحد من الناس اللي بيقعدوا على البحر باللابتوب دول. لكن يا صديقي الشطارة مش بس في التداول لكن كمان في اختيار المنصة الصح. فتعال اوضح لك بكل بساطة ازاي تبدأ مشوارك في التداول على منصة كريبتوماس، منصة تقدر تتداول عليها وانت متأكد انها حلال 100%، لان التداول عليها بدون رفع عملية، وكل حجم التداول اللي بتدخل بيه فهو من مالك الخاص بدون ربا او قرض او اي شبهة. منصة بتجمع ما بين الامان والسيوله الضخمه، بتخلي تنفيذ الاوامر اثناء التداول سريع جدا، ورسوم التداول عليها اقل حرفيا من فنجان قهوه. علشان كده همشي معاك خطوه بخطوه من اول لما تفتح الحساب لحد ما تنفذ اول صفقه تداول بنفسك، وركز كويس قوي في الفيديو علشان ليك هديه جميله جدا من كريبتوماس. شوف يا صديقي البروف، هتسجل في منصه كريبتوماس من اللينك اللي انا سايبه لك تحت الفيديو ده، وضروري جدا تستخدم اللينك اللي انا سايبه لك تحت الفيديو ده علشان تاخد هديتك اللي هقول لك عليها كمان شويه. بعد ما تضغط على اللينك هيوديك على موقع كريبتوماس. لو عايز تغير اللغه في اي وقت ما عليك غير انك تضغط على رمز الاعدادات ده، وبعدين هتلاقي اللانجوج او اللغه، هتلاحظ ان هي معموله باللغه الانجليزيه. لما تضغط عليها هيجيب لك لغات كتير جدا، موجود اللغه العربيه. لو حبيت تغير اللغه في اي وقت بس اضغط على اللغه العربيه وهتلاحظ ان الموقع هيقلب معاك باللغه العربيه زي ما انت شايف. بعدين لما تختار اللغه اللي انت عايزها هتضغط على جيت ستارتد، وعلشان تعمل حساب جديد هتضغط على ساين اب او سجل، يا اما تسجل بالايميل او برقم الموبايل. انا بفضل التسجيل عن طريق رقم الموبايل علشان هيضيف طبقه من الحمايه في المصادقه الثنائيه زي ما هنشوف ان شاء الله في شرح الفيديو. هنختار من القائمه هنا على سبيل المثال مصر، وبعدين تضيف رقم التليفون اللي انت هتسجل بيه بس بدون اول زيرو، وبعدين هنا تدخل باسورد قوي ويتوافق على الشروط والاحكام، وتضغط على كرييت اكونت وتاكد ملكيه رقم الموبايل من خلال الكود اللي هيوصلك على موبايلك. بعد كده بيطلب منك تعمل KYC، ودي خطوه بسيطه جدا بتعملها كل منصات التداول المعروفه، وببساطه هي اختصار لاعرف عميلك. والخطوه دي ضروريه جدا علشان تحمي فلوسك وتمنع اي عمليات مشبوهه زي غسيل الاموال او انتحال الشخصيه. كل اللي هم محتاجينه منك هو صوره البطاقه او صوره الباسبور وسيلفي للتاكيد، وخلال دقائق بيكون حسابك موثق وجاهز للتداول. خلاص كده عملنا الحساب وكمان وثقناه. ازاي بقى نبدا التداول على المنصه؟ اول خطوه طبعا لازم نعمل ايداع في الرصيد علشان نتداول بيه، وعلى كريبتوماس مفيش اي حدود للايداع. اعمل ايداع لاي مبلغ تقدر تتداول بيه. تقدر تعمل ايداع لعملات زي اليو اس دي تي او حتى تستخدم الكريدت كارد او البطاقه البنكيه. والاجمل كمان يا صديقي ان كريبتوماس ما بياخدوش اي عموله على الايداع او السحب، يعني ولا هتحس انك دفعت اي فلوس زياده، واي حاجه هتتخصم منك وقت الايداع او السحب فهي رسوم شبكه التحويل نفسها. اما العموله الوحيده اللي بتاخدها كريبتوماس فهي على حجم التداول فقط. زي ما انت شايف قدامك في الجدول نسبه عموله صغيره جدا من 1/10% لادنى مستوى 4/100%، وكل ما يكون حجم التداول اكبر كل ما يكون عموله التداول اقل. ف1/10% دي يعتبر شيء لا يذكر يعني. عايزك تركن الكلام ده كله على جنب دلوقتي وتركز بقى في الحاجه الحلوه اللي عينها لك كريبتوماس. كريبتوماس جايه تشبرق عليك وتقول لك لو عملت ايداع ب $100 هتاخد $20 حقيقيه تنضاف لحسابك، والهديه دي متاحه لفتره محدوده جدا. فيا تلحق بقى هديتك يا ما تلحقش. انت قدامك الرابط تحت الفيديو، سجل منه، اعمل ايداع ب $100 تاخد $20 في خلال اسبوع. دلوقتي على سبيل المثال هنعمل ايداع بالكريبتو لمبلغ $100. هنروح على علامه المحفظه ونختار الحساب الشخصي او البيرسونال، وبعدين نختار نظره عامه او اوفر فيو. هيظهر لك هنا كل العملات اللي معاك، وفوق هنا هيكون اجمالي الرصيد بالدولار بما تساوي قيمه العملات في اللحظه دي. يعني مثلا لو معاك بيتكوين وايثيريوم فهتلاحظ ان سعرهم بيتغير كل شويه. من اسبوعين مثلا كان سعر البيتكوين $110,000 والاسبوع اللي فات وصلت ل $115,000. فاحنا بقى في التداول بنكسب ما بين فروقات الصعود والهبوط في الاسعار. طبعا لو حبيت انك تحول ما بين اي عمله والتانيه هتروح لاختيار تحويل او كونفيرت. وعايز اقول لك على معلومه، اليو اس دي تي او الدولار الرقمي يعتبر هو اكتر عمله بيتم تحويل العملات ليها، لان قيمته ما بتتغيرش ومش بتتاثر خالص بتقلبات الاسعار. الواحد يو اس دي تي دايما بيساوي $1. وعلشان نعمل ايداع بالدولار في المحفظه هنختار ريسيف او استقبال، بعدين هتحدد نوع العمله اللي هنعملها ايداع.
هنختار USDT او الدولار الرقمي، وبعدين بنختار نوع شبكه التحويل. فاكر لما قلت لك من شويه ان في رسوم بتاخدها الشبكه على التحويل وكريبتوماس مالهاش علاقه بيها؟ هي الشبكه دي بقى هي اللي بتاخد منك رسوم على المبلغ اللي انت بتعمله تحويل. وما تخافش، الشبكه مش هتاخد منك كتير، يعني انت لو عملت ايداع ب $100 هتاخد منك دولار واحد بس. واشهر شبكه بنشحن عليها او بنحول عليها الUSDT هي شبكه ترون TRC20. اول لما تختار الشبكه هيظهر لك على طول وسيلتين للايداع، ايداع بالكريبتو مباشره وايداع بالفيات او العملات الحقيقيه بالبطاقه البنكيه او الفيزا. تعال نجرب الطريقتين. لما تختار ايداع بالكريبتو هيظهر لك عنوان المحفظه بتاعتك اللي هتحول عليها، فهنضغط على كوبي او نسخ علشان ناخد عنوان المحفظه اللي هنبعت عليها، وبعدين تروح لمحفظتك على اي منصه تانية زي باينانس او ريدوت باي وتعمل تحويل للايداع من اي منصه تانية على عنوان المحفظه بتاعتك اللي نسخناه من كريبتوماس. التحويل بيتم في اقل من دقيقه، وحولنا مبلغ 50 USDT، وهتلاحظ ان المبلغ ظهر معايا هنا على محفظتي على كريبتوماس. اما لو هتعمل ايداع بالفيزا فهتختار فيات علشان يحولك على الدفع عن طريق بوابه ميركوريو. هنا بقى الموضوع ابسط شويه، هيطلب منك المبلغ اللي انت عايز تدفعه لشحن محفظتك. هتلاحظ ان في عندك خانتين، خانه فيها المبلغ اللي فيه عموله بتاعت ميركوريو، والمبلغ اللي هو المبلغ الصافي اللي انت هتدفعه واللي هيوصل محفظتك زي ما هو. فهدخل مثلا المبلغ الصافي $50، وبعدين هيطلب منك ايميلك علشان هيبعت لك عليه كود التحقق من الايميل، وبعد ما تدخل الكود هيطلب منك بيانات البطاقه البنكيه وشويه تفاصيل تانية بسيطه. ويفضل طبعا انك تستخدم بطاقه بنكيه بتدعم الدفع بالدولار، ولو مش معاك بطاقه بتدعم الدفع بالدولار فممكن تستخدم بطاقه من موقع ريدوت باي او موقع بايبت. بعد بقى لما عملنا ايداع بنجاح وظهر معانا الحساب بالكامل $100 رصيد على المحفظه في كريبتوماس، ننتقل بعد كده لاهم خطوه وهي التداول نفسه. والصراحه انا لفيت منصات تداول كتير جدا، فكنت بلاحظ ان هم بيبقوا مالين الشاشه بقى ارقام وحاجات كده، تحس ان اي واحد مبتدئ لو دخل المجال يقول لك ايه يا عم الحاجات اللي جايه من الفضاء دي، لا انا مش داخل. لكن الصراحه الموضوع مع كريبتوماس مبسط جدا جدا ويناسب اي شخص مبتدئ. شوف يا صديقي، علشان تدخل واجهه التداول او تريد اللي احنا هنتداول عليها على منصه كريبتوماس، هتلاحظ كده فوق في كلمه اسمها تريد وتحتها سبوت، هنضغط عليها هيدخلنا على طول على واجهه التداول. على الشمال هنا عندك هتلاحظ في موجود اختيار اللي هو BTC/USDT، لو ضغطت عليه هيجيب لك هنا كل الازواج بتاعه العملات اللي ممكن تتداول عليها. وكمان هتلاحظ ان في عندك ادوات جانبيه هنا كده، دي بنستخدمها للرسم على التشارت او الرسم البياني اللي هو الخاص بالاسعار. زي مثلا لو ضغطت على دي اللي هو بتاع خط الترند، هاضغط عليه علشان ارسم خط الترند بتاعي، وهنا مثلا اغير اللون بتاعه. دي كلها عباره عن خطوط او الرسومات انا بحطها عندي على التشارت علشان اقدر اوضح بيها او اقدر اعرف بنفسي السوق اتجاهه ايه، هل هو السوق صاعد ولا السوق هابط. فكل الحاجات دي بقدر ان انا استخدمها علشان توضح لي اتجاه الترند بتاعي رايح على فين. طبعا المفروض قبل ما تخش تعمل اي تريدة في اي تداول لازم تدرس حالة السوق كويس جدا وتتابع الاخبار الاقتصادية العالمية. يعني مثلا انت لو لاحظت انه في توترات وفي مشاكل عالمية جيوسياسية، فهتلاحظ انه العملات تبدأ ان هي تنزل، بس هتلاحظ مثلا انه الذهب بيعلى لما يكون في مشاكل. اما ما تكون الدنيا بيس كده وحلوه والدنيا ما فيش فيها مشاكل وفي مفاوضات، فهتلاحظ انه سعر الذهب بينزل لانه ده بيعتبر هو الملاذ الامن. اما بالنسبه للعملات فهتلاحظ ان هي هترتفع. العملات دي زي بيتكوين، ايثيريوم، واي عملات تانية من العملات البديله. فالمفروض مثلا انك بتشوف هل الايثيريوم الفتره دي متوقع ان هو هيزيد ولا هيقل، فلازم تاخد جوله كده وتشوف السوق والاخبار العالميه قبل ما تحدد زوج العملات اللي هتتداول عليه، علشان تتجنب الخسائر قدر الامكان وتبقى معظم تداولاتك عباره عن ارباح. وده الصراحه اللي بيفرق المتداول اللي فاهم السوق وبيدرس السوق قبل ما يدخل اي تريد وفي النهايه بتعود عليه بالمكاسب، وبين شخص تاني بيتداول بالحظ وفاكر الموضوع كده ان هو قمار او بالبركه، ده بيخسر كل فلوسه وش. فعلشان كده انا بقولها لك مره تانية، لازم تدرس السوق كويس جدا قبل ما تتداول في اي مكان عموما، مش شرط كريبتوماس بس. مش انت لما تيجي تبيع اي حاجه عندك في البيت بتسال عليها بره بكام الاول وبعد كده تبدا تحدد سعرها مستعمل او جديد عندك بكام؟ نفس الفكره. طيب دلوقتي المفروض ان احنا بنحول الفلوس او الرصيد من المحفظه الشخصيه اللي شحناها بالUSDT نحول الرصيد منها لمحفظه التداول او تريد والت. انا مثلا عايز احول $50 من محفظتي علشان دول بس اللي عايز اتداول عليهم دلوقتي، فهاجي اضغط على ترانسفير واختار العمله USDT واختار التحويل
التحويل من المحفظه الشخصيه او البيرسونال والت لمحفظه التداول او تريدنج، وادخل المبلغ اللي انا عايز اتداول عليه، مثلا $50 $70 زي ما تحب، وبعدين هتضغط على ترانسفير. هيظهر معايا ان المبلغ المتاح بقى $50 بدل ما هو كان صفر. انا مثلا عملت دراسه سريعه للسوق وقررت ان انا هتداول على الايثيريوم قصاد اليو اس دي تي او الدولار، فهاجي هنا علشان اختار البير اللي هو بتاع الايثيريوم يو اس دي تي، وهختار عندي فتره زمنيه اقل شويه 30 مينت او 1 اور على حسب انت ايه اللي يناسبك. طبعا لو انا شايف انه الايثيريوم طالع او هيزيد اعمل باي، هتلاحظ ان في عندك باي هنا على الجنب، ولو هينزل فاختار سيل. وسواء انت اخترت باي او اخترت سيل فهتلاحظ انه في ليميت وفي ماركت، اي واحد فيهم سواء باي او سيل تحته اوبشن ليميت وماركت. الفرق ما بين ليميت وماركت هي حاجه بسيطه اللي هو البرايس يو اس دي تي. وده معناه ايه؟ لو انا مثلا مختار الباي ومختار هنا الليميت فبيقول لي دخل السعر اللي انت عايز لما الشارت ده او الرسم البياني ده يوصل له. يعني نفترض ان ده لو طلع هنا فوق زي كده، هاجي ارسم هنا دي، لو طلع هنا فوق للنقطه دي كده تمام، وانا اخترت القيمه اللي هي موجوده 3465 يو اس دي تي اللي هي موجوده عندي قصادها بالظبط قصاد النقطه دي تمام، فلو دخلت هنا القيمه دي اللي هي 3467 65 ايا كان، فمعنى كده انه لما الشارت ده او السعر ده يوصل هنا عند القيمه دي هيبدا ينفذ الامر بتاعي سواء باي او سيل، يعني يشتري او يبيع او لما يوصل عند القيمه اللي انت محددها هنا دي تمام. لكن لو انا اخترت ماركت فهنلاحظ انه الاوبشن ده اختفى. معناه ايه الكلام ده؟ اوبشن ماركت معناه انه لما ادخل تريده التريده هتسمع على طول عند السعر الحالي بتاع الماركت. تعال نمسح كده الخط اللي احنا عملناه ده، السعر الحالي بتاع الماركت كام؟ 3000 اللي عمال يغير في جنب ده 3460 3406 سوري، هنا بقى 3407 3406 وكسر تمام، بيقعد يتارجح صعودا ونزولا على الشارت زي ما انت شايف. فمعنى كده ان لو دخلت هنا اي تريد سواء باي او سيل شراء او بيع هيسمع على طول او هيتنفذ على طول عند القيمه الحاليه للسوق. ده في اي عمله، مش شرط الايثيريوم اليو اس دي تي، ده في اي عمله من العملات دي كلها. فبالتالي انا مثلا شايف انه الايثيريوم هيصعد شويه او هيرد لفوق شويه، انا هختار مثلا ان انا هعمل باي واختار عند السعر الحالي بتاع ماركت. فبيقول لي يا اما تدخل الاماونت او الكميه اللي انت عاوز تتداول عليها بالايثيريوم او تدخل القيمه اللي انت عاوز تتداول عليها باليو اس دي تي. فانا هختار يعني بدل ما هقعد احسب الايثيريوم لا انا هدخل على طول باليو اس دي تي، بما ان انا معايا 50 يو اس دي تي فهدخل 10 مثلا، ف 10 يو اس دي تي. الاحظ هنا انه ممكن هنا اختار انا عايز كام في المية من رصيدي اللي تحت، بمعنى انا لما دخلت 10 قال ان دول نسبتهم 20%، بس انا لو جيت شديت دي مثلا ورحت هنا عند 50% هيديني كده للقيمه اللي هي 25 يو اس دي تي اللي هي بالظبط نص ال 50 يو اس دي تي. فمعنى كده انك عايز تشتري تمام، اللي عشان مختارين باي، عايز تشتري ايثيريوم بكام يو اس دي تي؟ انا عايز اشتري بال 25 يو اس دي تي، عايز اشتري بيهم ايثيريوم، هيديني كام؟ هيديني القيمه اللي قدامك دي، هو بيحولها اوتوماتيك. فاذا انت عندك يا اما تدخل القيمه هنا اللي هو اللي انت عاوز تدخل بيه باليو اس دي تي من ال 50 بتوعك اللي احنا كنا حولناهم عملنا لهم ترانسفير لو فاكر. لو انا مثلا دخلت هنا 10 دخلت هنا ايا كان 15 هو اوتوماتيك بيقوم ظابطها لي هنا عند القيمه المناسبه ليها. وهنا برضو بيقول لي ان قيمتهم بالايثيريوم هتكون كام، فانا هدخل هنا ب 15 يو اس دي تي. او لما اضغط باي على طول الامر بتاعي هيتنفذ فوق كده، واضح ان هو اتنفذ. فين الامر بتاعي؟ هروح اضغط على اوردر هيستوري، هلاحظ انه الامر بتاع باي بتاعي اللي هو كانت قيمته 15 يو اس دي تي تمام، هو اتخصم منه اللي هو يعتبر جزء من السنت ده، زي ما قلت لك هي دي عباره عن رسوم التداول اللي هي 1 من 10% اللي اتكلمت عنها في الاول بتاعه كريبتوماس دي، اللي هي رسوم موجوده على التداول. فهتلاحظ ان هي قيمه لا تذكر، يعني انت لو دخلت ب $15 فهتلاحظ انه المخصوم قيمه صغيره جدا. ودول برضو قبل كده كنت عملت فيهم باي، اللي هنا $1 عملت له باي ايثيريوم، وهنا في $10 عملت فيهم باي ايثيريوم. لو عاوز تشوف الحاله او التفاصيل تضغط على اي واحده فيهم فهيجيب لك هنا تفاصيل اللي انت عملتها على البير او على الزوج اللي انت دخلت بيه ده. هلاحظ كده ايه، انا لسه داخل ب 15، هلاحظ انه القيمه المتاحه او الافيلابل عندك بقت 35، هم كانوا 50 لما شلت منهم 15 بقوا 35. طيب انا دلوقتي اشتريت الايثيريوم، اشتريت ب $15 ايثيريوم، فالمفروض علشان اكسب من التداول ده اعمل ايه؟ هصبر لغايه لما الايثيريوم سعره يزيد وبعد كده اقوم بايع شويه الايثيريوم اللي انا اشتريتهم. فين الشويه
الايثيريوم اللي انا اشتريتهم، انا اشتريت ب 10 دولار وبدولار وب 15، جمعهم كده على بعض يبقى انا معايا بما قيمته 26 يو اس دي تي شاري الايثيريوم اللي معايا هنا. فدلوقتي ازاي انا ممكن اكسب من التداول اللي انا دخلت بيه دلوقتي ده؟ على بس عشان اوضح لك الفكره كده بشكل مبسط خالص، يعني قبل ما ندخل في التفاصيل هنا. انت دلوقتي عرفت انه الطماطم عندكم في البلد سعرها هيزيد، هنفترض مثلا ان سعر الكيلو دلوقتي 10 جنيه، فاكتشفت انه الاسبوع اللي جاي سعرها هيبقى 20 جنيه. فانت دلوقتي لو جيت اشتريت قفص طماطم مثلا 10 كيلو في 10 جنيه هيبقى ب 100 جنيه، فضلت مخزن القفص ده عندك في البيت لغايه لما الاسبوع اللي جاي جه واكتشفت انه سعر الطماطم زاد، بدل ما 10 جنيه بقى 20 جنيه. دلوقتي لما تيجي تبيع القفص بتاعك هيبقى بكام؟ هيبقى ال 10 كيلو في ال 20 جنيه هيبقى ب 200 جنيه. حضرتك كسبت كام؟ كسبت 100 جنيه. فهنا نفس الفكره، انت معاك الفلوس بتاعتك اللي هي اليو اس دي تي، بتشتري بيها عملات تانية اللي هي الطماطم، الخيار، البصل، الفلفل، ايا كان اللي في السوق على حسب معلوماتك، وبتعمل كده تحرياتك علشان تعرف الفتره اللي جايه ايه اللي هيحصل فيها بالنسبه للعمله دي. والله لو انت شايف ان هي هتزيد فالمفروض انك بتشتري بالسعر المنخفض دلوقتي علشان ترجع تبيعها قدام لما سعرها ايه؟ سعرها يزيد. لو انت شايف انه سعرها هيقل وانت معاك دلوقتي الطماطم، فانت المفروض تبيعها دلوقتي علشان لما سعرها يقل ترجع تشتريها تاني، فبالتالي انت تكسب من الفارق ما بين سعر الشراء والبيع. نفس الفكره هنا بنعملها في العملات اللي قدامنا. فالجزء اللي انا اشتريت بيه سواء ال 15 دولار او الدولار او ال 10 او كلهم على بعض اللي هم ال 26 دولار، فانا بفضل مخزنهم او بفضل عينهم معايا لغايه لما النقطه اللي انا اشتريت من عندها يتخطاها الشارت، يعني يطلع فوق، يعني سعر الايثيريوم يزيد. وبعد كده لما سعر الايثيريوم يزيد ارجع ابيعه تاني واسترد قيمه اليو اس دي تي اللي انا دفعته فيهم، فاكون ان شاء الله في الفتره دي حققت المكاسب بتاعتي. طيب انا دلوقتي عاوز مثلا ابيع ال 10 يو اس دي تي اللي تحت دول. هلاحظ ان انا كنت اشتريت الايثيريوم لما كان بكام؟ لما كان ب 3431. هو دلوقتي بكام؟ ب 3410 او 3411. هل لو انا جيت دلوقتي بعت الايثيريوم اللي معايا اللي هم قيمتهم ب 10 يو اس دي تي، هل هكسب ولا هخسر؟ طبعا هخسر. ليه هتخسر؟ علشان السعر اللي احنا شاريين بيه اللي هو 3431 اعلى بشويه من السعر الحالي اللي هو عند 3413 3410 او في الرينج ده يعني. فانت طبعا هتخسر الفارق في السعر ما بين الطرفين. فالافضل انك تفضل محتفظ بالعملات معاك لغايه لما تلاحظ انه هتكسب فيها سواء في الشراء او في البيع، وبعد كده تبدا تنفذ عمليه الشراء او البيع بتاعتك. علشان كده تعالى اوريك بس على الواحد دولار الموجود عندي هنا تحت، تعالى نعمل له سيل تاني عشان تكون الخسائر بتاعتي اقل بكتير. فانا هروح هنا عند خانه سيل علشان ابيع بما قيمته 1 يو اس دي تي عندي، فهكتب هنا القيمه اللي انا هبيعها اللي هو ب1 يو اس دي تي. طبعا ينفع تدخل 2 3 4 5 يو اس دي تي براحتك. فانا لو جيت دخلت هنا مثلا 5 يو اس دي تي فهيقول لي انك كده بتحول نسبه 19% ما بين اليو اس دي تي والايثيريوم عشان تسترد اليو اس دي تي بتاعك تاني. فلو جيت ضغطت سيل ايثيريوم في لحظتها على طول هيكون باع لي الايثيريوم بتاعي وجاب لي هنا العلامه فوق. فهتلاحظ انه في الاوردر هيستوري او في السجل بتاع الاوامر ظهر معايا السيل بتاعي بالقيمه بتاعتي، ولاحظ ان هي اتطرحت اللي فاضل معايا 20 دولار او 20 يو اس دي تي، والقيمه الصغيره اللي جنب لي 8 من 10 او 9 من 10. وخليك عارف انه التداول مكسب وخساره، بس الفن في انك تخلي مكاسبك اعلى من خسائرك. يعني مثلا انا لو دخلت 5 صفقات وكسبت فيهم 50 دولار ودخلت 3 صفقات وخسرت فيهم 20 دولار، كده صافي مكسبي هيكون كام؟ هيكون ال 50 دولار ناقص ال 20 دولار، يبقى كده كسبت 30 دولار. فهمت كده انت اللعبه كويس قوي. ولو حبيت انك تتابع صفقاتك في اي وقت فتقدر بسهوله انك تستخدم تطبيق كريبتوماس على متجر جوجل بلاي او الاب ستور للايفون. التطبيق سهل وبسيط ومشابه جدا للموقع، وتقدر تعمل من عليه كل حاجه ممكن تعملها برضو من على الموقع، زي السحب زي الايداع وكمان التداول. فتقدر انك تتابع صفقاتك او تدخل صفقات جديده، فلو انت حتى نايم على السرير تقدر انك تتداول بكل سهوله. ولو حبيت انك تسحب ارباحك فاحنا هنعكس عمليه الايداع، بس الاول لازم تاخد الفلوس او تنقل الفلوس من محفظه التداول للمحفظه الشخصيه. كل اللي عليك انك هتيجي هنا على الواجهه الاساسيه بتاعتك وتضغط على ترانسفير، اختار العمله اللي انت هتعمل لها تحويل، وبيقول لك عاوز تحول من ايه، فاقول له احول من التريد وولت اللي هي عليها دلوقتي متاح 40 دولار، وبيقول لك عاوز تحولها لاي محفظه، فاحول للبيرسونال واختار القيمه اللي انا عايز احولها، فهفترض مثلا 20 دولار
واضغط ترانسفير، وهيجيب لي هنا انه تم تحويل $20. فلو جيت ضغطت على الاوفر فيو هلاحظ انه المحفظه الشخصيه بقت عندي $59 بدل ما هي كانت $39 عشان نضاف عليهم $20 بتوعنا. وده طبعا اللي فاضل معايا في محفظه التداول اللي هي بتاعه التريدنج. فدلوقتي انا لو عايز اسحب من محفظه البيرسونال فباجي اضغط على سند، وبعدين بيقول لي انت العمله اللي انت عايز تحولها، فانا اختار منها USDT، وبعدين بيقول لي هنا دخل العنوان اللي احنا هنحول عليه الفلوس. فاكر لما كنا بنعمل عمليه ايداع كنا خدنا العنوان من هنا رحنا حطيناه في المحفظه اللي احنا هنحول من عليها الفلوس، بس المره دي هنا معكوسه، لا انت بتروح تجيب عنوان المحفظه اللي انت هتحول عليه الفلوس، اللي انت هتسحب عليه الفلوس، وتحطها هنا علشان هيحولك عليها الUSDT اللي انت هتخصمه من محفظتك على كريبتوماس. بعد لما تدخل الادرس او العنوان هيفتح لك اختيار النتورك، وطبعا احنا في الغالب بنحول على TRC20 مش ERC20، TRC20. وبعدين بيقول لك هنا دخل المبلغ اللي انت عايز تحوله، هفترض مثلا 50 USDT. لو انت عايز تحول كله فبتضغط سند اول، وبعدين بضغط سند، وبكده هتكون سحبت الارباح او سحبت فلوسك من منصه كريبتوماس لاي محفظه تانية انت بتتعامل بيها في اي مكان تاني. واخيرا في نقطتين مهمين لازم تاخد بالك منهم كويس قوي، وهو ازاي تامن حسابك علشان ولا يتعرض للاختراق ولا تشيل اي هم على فلوسك. فعلشان كده لازم نخش نفعل شويه حاجات بسيطه في الاعدادات. بنروح نضغط على الايقونه بتاعه الحساب، وبعدين بنضغط على السيتنجز، فهيدخلنا هنا كده للاعدادات، فبنختار منها السكيورتي. فانت لو مش ضايف ايميل يا ريت تضيف ايميل علشان دي تعتبر خطوه تامينيه كمان، علشان بيبعت لك عليها كود لما تيجي تعمل تسجيل دخول، وبتدخل رقم التليفون بتاعك، وبتفعل هنا التو فاكتور اثنتيكيشن. طبعا علشان انا اوريدي او بالفعل مفعلها فمش هينفع ان انا افعلها تاني. وهنا بفعل برضو خاصيه البين كود. البين كود دي وظيفتها هي عباره عن 4 ارقام. لما بتسيب الكمبيوتر بتاعك شويه بدون ما تستخدم المنصه، فلا هو بيعمل لك زي تسجيل خروج خفيف، بيطلب منك بس 4 ارقام انك تدخلهم علشان يدخلك تاني على المنصه. الاربع ارقام دول هم البين كود. فبكده تعمل حسابك انه لما تيجي تسجل دخول على كريبتوماس على جهاز جديد او جهاز انت غايب عنه لمده 30 يوم، هيطلب منك اكواد من 3 حاجات. هيطلب منك كود جاي لك عن طريق الايميل، وهيجي لك كود على SMS بتاع الموبايل، وكمان هيجي لك كود المصادقه الثنائيه او التو فاكتور اوثنتيكيشن عن طريق تطبيق المصادقه الثنائيه زي جوجل اوثنتيكيتور. ف3 اكواد، يعني لو هاكر مين مش عارف يجيب 3 اكواد دول. كريبتوماس كمان موفر لك وسائل تعليميه تقدر من خلالها انك تتعلم وتتثقف اكتر في التداول على كريبتوماس، وده عن طريق حاجتين: قناه اليوتيوب اللي تقدر انك تشترك عليها وهسيب لك اللينك بتاعها تحت الفيديو ده. هتلاحظ ان فيها مجموعه من الفيديوهات المبسطه جدا اللي بتساعدك على انك تفهم المنصه اكتر وتطلع منها باكبر فايده ممكنه، لانه منصه كريبتوماس مش بس علشان التداول لكن فيها خواص تانية هتفيدك حتى لو انت عندك متجر الكتروني او شغال فريلانسر، او حتى لو انت شغال يوتيوبر وعايز تعمل تسويق بالعموله لكريبتوماس. فكل الحاجات دي هتلاحظ ان هي موجوده في فيديوز عندهم على قناه اليوتيوب. عايزك تسمح لي بقى ادردش معاك شويه وخليني اقول لك الحقيقه اللي ناس كتير من المتداولين ما يعرفوهاش. المنصه هي الأداة، بس اللاعب الحقيقي هو أنت. قراراتك، فهمك للسوق، وتحكمك في مشاعرك، دي الحاجات اللي هتفرقك عن غيرك. ابدأ صغير مفيش مشكلة، افهم السوق كويس واختبر نفسك واختبر استراتيجياتك، وكل يوم هتكون أقوى من اللي قبله. وبكده يا صديق البروف تكون دخلت عالم التداول من بابه الواسع، خطوة بخطوة ومن غير لف ولا دوران. وافتكر إن الذكي مش اللي يدخل الصفقة بسرعة، الذكي في التداول هو اللي يعرف إمتى يدخل وإمتى يخرج. أتمنى تكون الحلقة مفيدة يا صديق البروف. أشوفك الحلقة الجاية، تصبح على خير.